دائما كنا نزقر عبود ما يلتفت، نناديه ونعيد ونكرر ولا كان يسمعنا. هالشي يزعل أي أم وأب، بالذات إذا طفله في توحد. بدال ما نزعل نحن فكرنا كيف نوصل له بطريقته هو. فصرت أفكر شو يحب عبود. أنا أعرف كأم عبود من النوع اللي يحب النغمة واللحن. فكرت أربط اسمه بلحن بسيط. كل مرة كنت أربط اللحن كنت أخلي شيء معاي هو يحبه. قبل ما أناديه أخلي شيء اللي هو يحبه معاي وأقول له، يعني بخبركم الطريقة بالضبط. فكنت أقول له عبود شوف تنن تنن. كنت شي أمد النغمة عشان هو يلتفت لي. أول مرة طالعني بدهشة، ثاني مرة بدأ يندمج، ومع الأيام صار يطالعني قبل ما أقول اللحن، مجرد ما أقول عبود شوف يلتفت على طول. وهالشي كانت يعني تحويلة كبيرة بالنسبة لي، وجدا يعني شيء مفرح. هالموقف علمني إن أخلي الطفل يستجيب من باب الراحة، لا من باب الإصرار ولا قوة ولا زعل، واختار الطريقة اللي أسهل لقلبه وقريب من مشاعره. طرشوا هالفيديو لكل أم تحتاجه، ولا تنسون تسوون لي فولو إذا حابين تعرفون عن التربية.